هذه ليست حادثة طرق عادية، بل هي جريمة تجردت من كل ملامح الرحمة والعقل والضمير. جريمة تبدأ بضابط مغيب عن الوعي، يتعاطى المخدر، يقود مركبة نقل ثقيلة لا يملك ترخيصا لقيادتها، ومع ذلك يتصدر الطرقات، يسرع، يتهور، يتجاوز، لا يعرف من القيادة إلا الانطلاق الأهواء، ولا من الأرواح إلا أنها عوائق من أعراض الرجل. وما أن حاول تفادي إحدى المركبات حتى أجهز على الحياة ذاتها، صعد على الرصيف الفاصل بين الاتجاهين كأنه اجتاز خطا بين الحياة والموت، وانطلق في الاتجاه المعاكس يقود آلة قطر حديدية صدم بها سيارة أخرى كانت تحمل حلما، تحمل العفة، تحمل الجمال. 21 فتاة في عمر الندى خرجن يطلبن الرزق الحلال ليقمن بواجبهن نحو أسر كادحة، وعدن جثثا محمولة على الأكتاف. 18 زهرة منهن قتلن في لحظة، قتلن بلا ذنب، كأن الأرض ضاقت بفرحتهن وكأن القدر قدر عن عنايتهن. هكذا يكون الطريق، هكذا يكون المصير. دماء تراق وضح النهار، لا على يد القاتل المقتول بل على يد صارت المستهتر لا يعرف المسؤولية. سلمت له مركبة الموت بلا رخصة أو أهلية. هنا لا تقف الجريمة عند ذلك الفرد وحده، بل تمتد إلى ذلك المركبة الذي علم علم اليقين أن ذلك الصائغ لا يحمل ترخيصا يجيز له قيادة هذا النوع من المركبات. ورغم ذلك سلمه كفتيح، سلمه الأرواح، وقفه في الشوارع كذئب جائع لا عقل له ولا ضابط. هو لم يسلمه مركبة بل سلمه وسيلة قتل وغض الطرف عن النتيجة. حضرات القضاة، ما قصدناه لا يعوض. وطنا فقد نخبة من بناته، وأمهات فقدن أغلى ما في القلب، وآباء انكسروا بلا رجعة، وبيوت غابت منها الضحكة إلى الأبد، ومش